دكتور محمد، انت ليه اخترت ان احنا ننزل النهارده عشوائيه هنا بتاعت تل عقارب؟ يعني بعد العيد يا عمرو وكلنا بنتمنى نشوف مصر احسن، وكل الناس بعد الثوره عندها امل. حبيت ان ننزل معاك عشوائيه ونشوف حياه الناس شكلها ايه وايه اللي ممكن نعمله. يعني مش كفايه ان احنا نقعد نتكلم في التلفزيون ونكتب في الجرايد، لازم نتكلم الناس نفسها ونشوف ايه مشاكلها واللي نقدر نعمله كشعب وكحكومه. يعني وقدامنا شغل كتير. الناس عندها حاله يأس شديد من النظام السابق قبل كده، ان هم ما عملوش حاجه رغم ان كان الكلام ده بيتقال، ولا ودن من طين ودن من عجين. تفتكر في امل؟ في امل طبعا، انما الناس لسه عندها الاحباط. يعني لازم اكون معاك محق، الناس عندها لسه نفس الاحباط ونفس اليأس. بعد الثوره كله افتكر ان هيشوف حاجه، ما شافش حاجه لغايه النهارده. يعني الراجل العادي اللي قاعد في العشوائيه عاوز يشوف ميه بتجيله، عاوز يشوف صرف صحي، عاوز يشوف سكن احسن. مش بس ما شافش حاجه من دي، ما فيش امن عنده، ما فيش حاجه بتتحسن. ففي حاله احباط، انما لابد ان احنا نتكلم معاهم لان الامل موجود يا عمرو، الامل موجود. بس لازم نبتدي. يلا بينا. يلا بينا. دلوقتي المنطقه هنا انتوا شايفين مشاكلها ايه؟ مشاكلها كل حاجه تخطر على بالك. يعني دول كده يعني عايزه تشال من جدارة، تعليم وصحه وسكن وناس عايزه تعيش. يعني في ميه نظيفه؟ في ميه نظيفه بس حنفيه لكل الجيش ده. كله حنفيه واحده لكل المنطقه. لكل المنطقه. كم واحد هنا؟ مفيش صرف خالص ومفيش اي وسيله صرف. 200,000 اسره هنا عايشين تحت خط. اظن شيء مهين يا دكتور محمد لما 8000 اسره يعيشوا هنا من غير لا ميه نظيفه ولا صرف صحي وحنفيه واحد بيخدم عليهم. مش شيء مهين. يعني النظام اللي فات ده لو كان عنده حتى احساس بانه بني ادم كان لازم مشي من 20 30 سنه. والنظام الجديد لسه ما شفناش حاجه. يا دكتور محمد، احنا هنقول اللي فات راح لحاله والله يسهل لهم، فنرجو من الساده المسؤولين الجداد انهم يرعوا بعينيهم لهذا الاسر اللي عايشه في هذا المكان، يمرض الصحه مش يطمن الصحه. انا عايزك قدام الدكتور محمد البلد تقول لي احنا عشنا 30 سنه مع رئيس جمهوريه ما اهتمش بالناس ديت اللي انت منهم. المطلوب منه هو شخصيا كرئيس جمهوريه محتمل جاي مرشح نفسه، والله وشه كده تقول له ايه؟ حس بالناس الغلابه اللي هي الطبقه اللي تحت الارض ونزل برجليه كده دخل كل بيت، هيفضل للعمر كله رئيس جمهوريه. وجعتنا خش اي حمام في اي بيت هنا مش هتلاقي حنفيه تقف تتشطف كده. كل 5 6 هنا في اوضه. انا معايا 4 عيال ومعايا جوزي، عندنا اوضه واحده. يا دكتور محمد وعارف احنا قلبنا وجعنا مع المسؤولين اللي قبل الثوره واللي بعد الثوره. احنا مش مصريين. طب مطلوب ايه؟ خلينا عمليين. احنا مطلوب الحته دي تشال ويتعمل لنا فيها مساكن نقعد فيها. مش عاوزين يقعدونا هنا يشوفوا لنا مساكن نضيفه جديده ويدوا الناس سكن نضيف، واللي ما لهش شغل يشتغل، واللي ما بياخدش معاش من الحكومه يعملوا له معاش. ده من حقنا ومن حق بلدنا. انا عاوز اعتذر للناس دي، تتكسف ان احنا مصريين، تخجل اذا كنا بنتكلم على الدين. يجوا اللي بيتكلم على الدين يجي يشوف الناس دي. ده حمام بيخدم على كام واحد؟ هو عالي كده حضرتك. ما انا عارف. ده نظيف، ده بلد نظيف. على كام واحد؟ ليه؟ ممكن تلاقي يجي 10 15 واحد بيعملوا في حمام. ازاي اولا انت عايش بقالك كام سنه هنا؟ عمري كله 63 سنه. اتفضل 63 سنه هنا. اما الراجل مات بقى تعبت، وما القلب والسكر والضغط والنقرس،
بدي حبة بوز وحبة رفس وحبة حاجات استرزق منهم، بس العلاج بقى اللي عايزينه. طب انتوا عايزين هنا ايه يعني؟ عايزين نتطور كده بس بحتت قريبة. يعني مثلا انا بتعب بالليل. يعني الاوضه دي فيها كام واحد ساكن معاك؟ انا وبنتي عيال ولادي الاثنين، والبت دي عيانه عامله القلب المفتوح. البت دي يعني معايا واخده بنتي. ده سقف ده ولا ايه ده؟ لا ده سقف عروق. بس احنا حاطه ده بتاعكم ولا بره؟ لا هنا جوه حمام. لا مفيش ميه. بتجيب الميه منين؟ بتملي منين؟ حنفيه ببلاش اهي عاملينها. المطبخ فين؟ مفيش مطبخ وما عنديش بوتاجاز. بتاكلوا ازاي؟ بتاكلوا ازاي يا حاج؟ بتاكلوا ازاي؟ بتطبخوا فين؟ بوتاجاز صغنن في اوضه النوم. هنا واحنا قاعدين كده عندي بوتاجاز صغنن كده بعمل عليه حاجه. دخل كام في الشهر تقريبا؟ كام؟ طيب معاش كام؟ 130 جنيه باخدهم. ده معاش 130 جنيه يا دكتور محمد. تعيش بكل العيله بال 130 جنيه. وحياة ربنا على يطلع لي من كل علبه 50 قرش جنيه. وحياة ربنا وحياة موراني وشك من غير معاك. ربنا يكرمنا يا حاج. يا رب. والعيال في المدارس يا حاج؟ دي في مدرسة، ونور ويوسف واحد في 5 وواحد في 4. انا فرحت قوي اللي شفتك، انا بقالي كتير ما شفتكش. انت جيت. يجي لك كتير. يجي نشوفه بس والناس. ربنا يخليك. اللي بشوفه. ربي يخليك يا حبيبي. يخليك ينصرك يا رب. ده ايه ده؟ راجل كبير نايم فين؟ ولا حد ولا عياله ولا حد يسأل عليه خالص. عايش قاعد كده لوحده؟ معاه ولاده ومحدش بيسأل عليه، ورحنا وديناه المستشفى وجبسناه وهو نايم النومه دي. اللي بحنيه بيجي يبص عليه ملوش. نفسنا بس يبقى يروح مستشفى حتى طيب يقعد فيها. سلامتك يا حاج. سلامتك. الله يكرمك. خير كل حاجه. عندك ايه يا حاج؟ عندي املاح. املاح؟ تعبان في قلبي بلغ كتير يعني. طب رحت اي مستشفى او مستوصف حكومي؟ لا. اظن يعني فكره العلاج حتى دكتور محمد شايفها ازاي؟ يعني منطقه زي دي فيها كل السكان ده كلها ما فيش فيها علاج. ولا علاج يا عم، ولا اكل، ولا شرب يعني. اصلا العين مش شايف. اصلا العين مش شايف. وبعدين ما حدش يوصل فينا ربنا وتعبان. عايز نوديني المستشفى. ما اخدش في الحمام. هنقابل ربنا بالناس دي ازاي يا عم؟ والله ما انا عارف. هنقابله ازاي؟ وقاعدين نتكلم في شعارات وخلافات والناس مش لاقي ولا تاكل ولا تشرب ولا تتعامل. نص مصر مش بني ادمين. قاعده فين بس عشان قاعده في اوضه هنا اهو. وايه ده؟ هنا ده الزباله دي. زباله بننضفها وبتيجي بتطير والسقف عمال بيقع. لا معانا ان احنا نصلح ولا معانا ان احنا نفسي اقعد في شقه ولادي. اهو السقف اهو قدام حضرتك. ايوه انت بنلم. لو نطرت عليك هتعملي ايه؟ بنغرق. بخش اقعد عند الحاجه اللي هناك دي طول النهار لحد ما بيجي. يرموها بره بيعبوا الميه بس. لا ان انا بقى قاعده ببنتي دماغي وجعتني من الميه، وبروح كل اسبوع للدكتور ان انا عشان اتعالج لدماغي من شيل الميه ورجلي وجعتني. معايا 3. بنتي تفضل قاعده تقول لي يا ماما احنا اتخانقنا من هنا. نفسي زي صحابي ما بيجيبوا لهم مدرس تجيبي لي مدرس. اجيب لها مدرس فين هنا؟ فين المدرس اللي هيجي هنا؟ عندكم مطبخ هنا؟ نعم مطبخ. لا هي الاوضه منها حموم ومنها مطبخ ومنها نوم. تستحموا جواه في الاوضه. حمي ولادي فين؟ الحمام واقع راخه. حميهم في الحمام حضرتك. بص بخاف اخش بالليل. حمام ايه مشترك معاكم؟ مشترك للبيت كله. ما ينفعش ان طب انتوا ايه الصرف بيتم ازاي؟ هنا على الارض على المجاري اللي بره البيوت. ما فيش مجاري اصلا. بيتم على بره، يا اما لو اتملى يعني بنجيب حد ناس بالفلوس يشيلوهم. ولادي في الصيف يخرجوا يستحموا. ايه نظام ترانشات يعني؟ عربيه ترانشات بتيجي تعبي. الحمام فين؟ الحمام هنا. لا الحمام اهو. يعني هل دكتور بلدعي هل معقول في حي السيده زينب اللي جنبنا مستشفى السرطان العالمي اللي جنبنا البيوت دي كلها الجميله في حي السيده زينب منطقه ما فيش فيها مجاري صرف صحي؟ يعني هل ده ممكن يكون مقبول مثلا في بعض القرى، لكن في وسط القاهره هل ده مقبول؟
كل بني ادم في مصر النهارده يا عمرو لازم يشوف البرنامج طب احنا بتاعه، يشوف الصور اللي دي عشان يعني ان هو يحس بينا برضه. يعني ما نتكلمش الا نمره 1 و2 ان نص الشعب المصري اللي احنا اهملناه سنين نحسسه انه بني ادمين. هي دي ثوره قامت عشان لا احنا مش حاسين ان احنا بني ادمين، احنا مش بني ادمين صراحه. يعني احنا ما بنطلبش حاجه كتير. انت كمواطنه مصريه نفسك ايه رئيس الجمهوريه اللي جاي ده تقولي لي مطلوب نعمل ايه؟ احمده واشكر فضله كده ربنا. نفسي في شقه الم عيالي فيها. بقالك كام سنه هنا بقى؟ نعم انا موجوده هنا، امي هنا وابويا هنا وجدودي كلها هنا. ميه عشان بتشربي او بتجيبيها من فين يا حاج؟ والله العظيم يا ابني ناس شباب كده بيملوا لي بجناجر اهو، بجناجر اهي. ما اقدرش اشيل جرجر وما اقدرش اشيل حاجه. النور ما عندي والمجاري عندي بس ما بقدرش. انت حظك كويس عندك مجاري. عندي 85 سنه. حظك كويس عندك مجاري. الناس كلها ما عندها. انت عامله مجاري؟ احنا على حسابنا. الحكومه يعني؟ لا احنا عاملين على حسابنا، الشركين كلنا عاملين على حسابنا. ولا عندك ميه وانت اللي اشتريتي المجاري بتاعك؟ احنا شاركنا كده كلنا بصراحه. مين عايش معاك هنا يا حاج؟ نعم عايز على البنات. بس والله ربنا يخليهم ولادهم بقى، ربنا يخلي. اسال سؤال، نفسك الرئيس اللي جاي البلد دي يعمل لكم ايه؟ يرخص لنا الحاجه ناكل ونشرب يا ابني، ناكل ونشرب وعن عيال واطفال. كيلو لحمه 70 جنيه. بيجي لكم فلوس قد ايه في الشهر يا حاج؟ انا كنت شغاله في مدرسه ثانويه بنات، دلوقتي معاشي اللي ماشيه بيه بس. معاشي ماشي بيه. كام معاش؟ معاشي يا سيدي 600 جنيه وربنا معايا. وده اللي عايشين بيه. الحمد لله والشكر لله. واحنا عاوزين الرضا من عند الله، الرضا بس اكتر من الرضا مش عاوزين بس. ربنا يبارك. عندي لندتين في البيت وثلاجه الاقي عاملين لي 97 جنيه نور. ليه احنا باخد قد ايه معاش عشان ادفع 97 جنيه؟ الرحمه فين؟ العربه بتاعتك 97 جنيه؟ ايوه. معاشك قد ايه؟ معاش 300 جنيه. يعني تلت المعاش تدفعه كهرباء. ده ينفع الكلام؟ مش ممكن، ما ينفعش حضرتك. كلنا غلابه. يعني لما تكون الدوله والحكومه معترفه ان البيت ده رقم 10 في شارع في الحداد وكاتبين له نمره، ومش معترفين بالبني ادمين اللي فيه، معترفين بس ان هم ياخدوا الكهرباء. يعني دي الحنفيه الوحيده اللي موجوده هنا في المنطقه دي كلها؟ دي اللي بتخدم المكان كله. دي يعني ال 10000 بني ادم اللي يملى من هنا يشربوا هنا، يملى من البستله من هنا وياخد يودي على البيت في قلب الزير ويحط في الزير ويعبوا الازايز ويملوا في الثلاجه. عملت البتاع ده. وايه الزباله دي ما بتتشالش ليه؟ لو في بتوع زباله بيجوا هنا. يعني بص حضرتك لما تكون العماره دي مظبوط فيها ميه وتكييف هواء تكييف وبين العماره دي وبين المكان ده 10 متر. الحكومه اللي ما عندهاش دم دي ما وصلتش الميه هنا ليه والمجاري هنا ليه؟ لما نروح نجيب بتاع الحي يقول لي لا الحي مش هيعمل لكم. عمرو دي مش حكومه ما عندهاش دم، ما عندهاش ضمير. ما عندهاش ضمير. لا ما عندهاش ضمير. قبل ما ارجع الاستوديو عشان نكمل حوارنا هسألك سؤال، بعد اللي شفته هنا لسه متفائل؟ متفائل يا عمرو، لازم ما عندناش بديل الا نكون متفائلين. ومتفائل لان شفت الدنيا كلها بتمشي لقدام. العيب مش عيبنا، العيب بس احنا مش ماشيين لورا. احنا دلوقتي ماشيين لورا ولازم نلف حوالين المحور ونطلع لقدام، وده اللي احنا هنعمله ان شاء الله الفتره الجايه يا عم. نرجع المحور بقى ان شاء الله. مع السلامه.